لو نفسكم تعملوا شوية سجق زي اللي بنجيبه من بره، الفيديو ده ليكم. الطريقة دي بجد أحلى طريقة سجق بالخلطة ممكن تجربوها، وسهلة وطعمها بجد تحفة. أول حاجة هنجيب نص كيلو من السجق البلدي، أهم حاجة نجيبه من جزار يكون مضمون، وفي طاسة تقيلة على النار هنعلي النار جدا وهننزل بالسجق بتاعنا ياخد تشويحة، وهننزل بعد كده ببصلاية كبيرة متقطعة جوانح وهنديها تقلبتين، وهننزل بعد كده فلفلتين متقطعين جوليان، وهننزل تقريبا ب4 فصوص من الثوم المهروس، يعني معلقة صغيرة كده مليانة من الثوم المهروس. وبعد كده هنجيب طماطمايه كبيره ومقطعينها مكعبات، ودي اخر حاجه هننزل بيها، وهنديهم تقليبه مع بعض. وبعدين هننزل بمعلقه كبيره من الصلصه وعليهم معلقه صغيره من هريسه الشطه، دي اختياري، بس انا يا جماعه شايفه ان السجق اللي بالخلطه ده لازم يكون حراق. هننزل بمجموعه من البهارات هكتبها لكم بالتفصيل في الكابشن، وهننزل بعد كده بنص كوبايه من الميه. واخر حاجه دي تركايه حلوه جدا، هننزل بمعلقه صغيره من دبس الرمان، بيدي مزازه طعمها حلو جدا وبيفرق وبينقل الطعم في حته تانية خالص. هنغطي على السجق بتاعنا ونسيبه ياخد ويدي مع بعض كده لمده ربع ساعه علشان الخضار بتاعنا يكون استوى ودخل في بعضه كده وعمل لنا صوص خطير. اعملوه بقى سندوتشات، كلوه مع مكرونه، بجد طعمه تحفه، لازم تجربوه.